مرحبا بكم مشاهدينا قناة رحالة، ولكن مرحبا بكم في فيديو جديد تكمل لمعلومات سياحية. أتمنى الصوت يكون واضح يعني والصورة. نحتذر يعني من نصور بالجوال. طيب، الجزء الثاني من الفيديو ده هنتكلم فيه عن أفضل الخطوط بالنسبة للسفر للإكوادور. الجزء الأول بيتكلم كان عن، ممكن ترجعوا له في القناة، عن الأسباب اللي بتمنع إنك تطلع الطائرة. طيب، هنتكلم اليوم عن أفضل الخطوط اللي ممكن أنت تقدر تسافر بها الإكوادور، سواء كان من مصر، من السودان، من الإمارات، من السعودية، أو حتى من تركيا. أفضل الخطوط هم خطين اللي بيمشوا عم أمريكا الجنوبية. هنتكلم عن كل واحدة والكونكشن حقها، وهي مش شراكة مع أي منطقة مع أي خطوط تانية. طيب، بنبدأ أول بالخطوط التركية. سواء أنت طلعت بها من مصر أو من السودان أو من تركيا، فهي لازم تعمل كونكشن في اسطنبول. إذا أنت طلعت بها من دولة غير تركيا. الكونكشن الثاني عندها اوبشنين، يا بنما يا كولومبيا بوغوتا أو بنما سيتي. طيب، لو الكونكشن في كولومبيا، سابقا كان الكولومبيين ما بيطلبوا فيزا ترانزيت. مؤخرا بقيت انت مطالب بيها يعني. دي حاجة حلوة، ما حاجة يمكن نقدر نقول عليها سلبية، لأنه في العادة فيما سبق إنه أنت ممكن عادي تطلع تتعدى اسطنبول، يعني تمرق من مطار تركيا سواء كونكشن أو طالع من اسطنبول تتعدى. إذا تفاجأ إنه في كولومبيا بيعمل لك عملية إرجاع، بيقول لك أخذت مطالب بفيزا، في حين إنه هي الخطوط كانت بتوفر الفيزا دي. أما هسه لأ، فالنظام اختلف، فلازم أنت تعمل فيزا مسبقة لكولومبيا. بالنسبة للخطوط التركية، وبينما هي ما محتاجة فيزا، حتى ممكن تتأكد من ده من السفارة. أنا واحد من التجارب اللي خضتها إنه أنا مشيت السفارة البنمية، يمكن ذكرنا الكلام ده في الفيديو السابق، إنك أنت ما محتاج فيزا، لكن الأتراك ما بيسمحوا لك طبعا، ما بيسمحوا لك تطلع الطيارة أبدا، حتى لو إلا تعمل فيزا ترانزيت. ده بالنسبة للخطوط التركية وجهتها لكيوتو. طيب، الخطوط الثانية هي الخطوط القطرية. سواء انت برضو طالع من تركيا او طالع من اي دولة تانية، هي لازم تعمل كونكشن في الدوحة. من الدوحة عندها كونكشن الثاني لمدريد، برضه هندخل في نفس المشكلة اللي هو انت محتاج فيزا ترانزيت حسب منطقة الشنغن. كان برضه قبل فترة انه القطرين عادي بيتجاوزوا الحتة دي، انه اوكي الخطوط هي اللي بتوفر لك الفيزا الترانزيت، بحكم ان انت هتكون في نفس الترمينال بتاعت الرحلة الثانية، يعني من مدريد لكيوتو أو جواياكيال. فحاليا أضمن لك أنت عشان ما تخسر تذكرتك إنك لازم تعمل فيزا ترانزيت. مهم يعني. يمكن أي تسمع واحد مرة، اثنين مرة، بس الأغلبية بترجع يعني، سواء كان من مطار القطر أو من كولومبيا أو حتى ممكن من تركيا ومطار إغلاق، أنت ما تقدر تمشي. في خطوط تانية، لكن معظم الخطوط دي بتمر بأوروبا، يعني أوروبا عامة. يعني في ممكن تقول الخطوط الهولندية يعني، بس مستحيل يعني اللي يكون عندك فيزا ترانزيت. طيب، لو قلنا جينا الخطوط التركية، هل هي الخطوط التركية بتواصل مثلا رحلة من اسطنبول كولومبيا الإكوادور؟ في المرحلة دي عندنا اثنين في نفس الخطوط، إنه نفس الرحلة فعلا هي الخطوط التركية اللي بتنقلك من تركيا لكولومبيا، من كولومبيا للإكوادور. وفي هي عندها شراكة مع طيران افيانكا. ممكن انت رحلتك الثانية تكون بالطيران بتاع افيانكا، لكن مدار بواسطة الخطوط التركية. نفس الشيء مع القطرية. هي القطرية حدها هنا توصلك اسبانيا، من اسبانيا تركب الطيران الاسباني اللي هو ليبيريا ده. يعني هي بتكون شراكة بين الخطوط دي، انه ممكن يدوك بوردنج واحد يعني للثلاث رحلات. إذا طالع من مصر طالع من السودان بدوك بوردنج حق 3 رحلات ده هو الترانزيت في قطر، في إسبانيا، والترانزيت في اسطنبول، أو الترانزيت في كولومبيا. فحاليا نحن أضمن لنا هنا إنك أنت تعمل فيزا ترانزيت. كيف تعمل فيزا ترانزيت دي؟ سواء كان بالإسبانية أو الكولومبية. طبعا كولومبيا فيزا الترانزيت والله
يعني ممكن فيديو جاي نتكلم عن الفيزا الترانزيت كيف نعملها، نقدر نعملها، شروط شنو يعني، وهل انت بتقدر تاخدها يعني بسهولة ولا هتكون حاجة صعبة بالنسبة لك، ايا كانت الجنسية يعني. ما تفرق، هي عندها شروط معينة إذا اتبعتها. هي أقل طبعا، أسهل من كون إنك تاخد فيزا رسمية، سواء كان فيزا كولومبية أو فيزا شنغن لإسبانيا. هي أقل طبعا، شروطها أقل وأسهل، بس لازم عندها متطلبات لازم أنت تستوفيها. ويعني ممكن يعني تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه، ونشوف إذا في يعني دعم للقناة ممكن ننزل تجارب يعني بتاعت السفر، طبعا تجارب شخصية يعني، ونتكلم عن كيف تعمل فيزا ترانزيت سواء إسبانيا أو فيزا ترانزيت عن كولومبيا. وإذا في بعض الأشخاص يعني أنا جربت إنه تعمل شنغن، تقدر تسافر من أوروبا. إذا عملت فيزا شنغن أنت هنا خلاص تقدر تدخل أوروبا وتسافر من أوروبا بكل سهولة. وفي فيديو برضه يمكن ننزله إذا جينا الداعمين والراغبين، إنه تقدر تسافر المكسيك بفيزا شنغن والمعلومات والطريقة. ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.